تنصح بالدراسة في ألمانيا ولا في أي دولة تانية وإيه الفرق؟ طيب، أنصح جدا 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 الدراسة في ألمانيا. ليه؟ لأن الدراسة في ألمانيا مش مكلفة، بالعكس هي ببلاش، وكمان بيديك فرصة إن أنت تشتغل هالبت سايت أو هاف تايم أو نص وقت، مش بدوام كامل، يعني نص دوام، إن أنت تقدر تجيب مصاريفك ومصاريف أكلك وشربك. فأنا مثلا عن تجربة لناس أصدقاء لي، هو معاه بيدرس في الجامعة وبيشتغل اللي هو إيه نص دوام، وبيقدر يطلع 1300 يورو صافي شهريا، وده كافي جدا 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 ان انت تدفع ايجارك وتاكل وتشرب، وساعات تقدر تحوش كمان 100 يورو او 100 يورو 200 يورو. ففعلا انا انصح كتير جدا ان انت، انصح بقوه كمان ان انت تدرس في المانيا، وهي احسن من بريطانيا ولا امريكا ولا انجلترا. بحاجه مهمه جدا ان هي ببلاش من غير فلوس. تقريبا 90% من الجامعات في المانيا من بدون فلوس خالص، ببلاش. وكمان ان انت في تحفيزات كتير. هي بس اصعب حاجه في المانيا اللغه، يعني في ناس سبحان الله عندها التالنت وفي ناس لا. فاللغه بالنسبه لكم، بالنسبه لبعض الناس هي صعبه شويه، وانا بالنسبه لي هي افضل من استراليا وبريطانيا وامريكا، لو بعدنا يعني عن شرط اللغه. ولو انت في مصر وعاوز تدرس في المانيا، الشرطين الصعبين هو اللغه، وان انت تفتح حساب مغلق في المانيا وتحط فيه 10000 يورو. هو ده الفرق، وانا انصح بشده ان انت تدرس في المانيا.